هو كل ده ما كانش بيصور؟ هو بجد كل ده ما كانش بيصور؟ ها يا جماعة، قلت اعمل لكم فلوج تاني. فلوج بقى من غير كلام بقى وكده، مع اني كنت عايزة اتكلم في موضوع برضو، بس قلت اعمل ده فلوج بس. فالنهاردة الاربع، بكرة الخميس، والفلوج انا مش عارفة هينزل لكم امتى. بس كل اربع يا جماعة بالليل بقعد اعمل التخطيط الاسبوعي بتاعي. زي ده كده بفضل اخطط للايام يوم يوم. اوكي. والحاجات المذاكرة اللي ورايا والحاجات كلها، وبعمل تحدي في الأسبوع ده، هعمل تحدي إيه وكده. بس فأنا كنت واخدة الفكرة دي من اللي هي القناة اللي هي بتاعت دروس أونلاين. لو انتوا أكيد في ناس كتيرة قوي تعرفها، فابقوا هبقى أسيب لكم لينك الفيديو تحت بتاع اللي هو التخطيط الأسبوعي، عشان يا جماعة بجد فارق، فارق قوي قوي قوي. فانا قاعده بعمل بقى التخطيط بتاع الاسبوع، عشان هو السنه بدات يوم الخميس، فانا بدات التخطيط من اول يوم الخميس واليوم بيخلص. اتلخبطت زي ما كنت بقول، انا بدات التخطيط الاسبوعي ده اصلا من اول السنه. فهي اول السنه كانت اول يوم في السنه كان يوم خميس، فانا بدات الخميس. الاسبوع يعتبر بيخلص عندي الاربع، فخميس جمعة سبت حد اتنين تلات أربع. يوم الأربع بالليل بقى بقعد أعمل تخطيط تاني للأسبوع اللي بعده. بس كده، فهسيب لكم طبعا الفيديو بتاع التخطيط الأسبوعي بتاع دروس أونلاين ده في الديسكريبشن، عشان مفيد قوي يا جماعة بجد، وبتحسوا إن انتوا أنجزتوا حاجات كتيرة قوي قوي قوي. فأشوفكم بكرة الصبح. في حاجات عايزة أعملها كتير قوي بكرة، بلس إن أنا قاعدة في البيت، حاجات هعملها برضو. بس أشوفكم بكرة. صباح الخير. طبعا انتوا شايفين انا كنت صاحية من بدري اصلا، بس اوكي اوكي انا مش عارفة بتكلم كده ليه، لسه واخدة حصة انجلش فايه، فالدنيا بايظة شويتين بس انا صاحية من حبة حلوين يعني، الفجر كده. وزي ما شفتوا كنت بقرأ سورة ياسين قبل ما اذاكر، وقعدت اذاكر عشان الحصة كانت هتقفل، ودلوقتي الساعة 9 والحصة قفلت اوريدي، بس أنا الحمد لله خلصتها يعني. بس معرفتش اتكلم الصبح خالص ولا افتح بقي يعني، عشان كلهم كانوا نايمين، يعني عيلتي كلها كانت نايمة، فما كانش ينفع اتكلم عشان ما صحيش حد يعني وكده. فانا خلصت الحصة، اول حاجة في اليوم اعملها خلصتها. ودلوقتي هعمل فطار، عشان عندنا بعد الفطار تمرينة دمار 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 دمار. تمرين اعملها انا في البيت عادي، مش هنزل النهاردة عشان عندي حاجات ورايا كتير طبعا. مش هنزل تمارين بره يعني، الجيم او حاجه زي كده. عندي مذاكره كتير، بس ده مش معناه ان احنا مش هنتمرن، فاحنا هنتمرن يعني. بس هعمل فطار عشان انا جعانه جدا جدا جدا، بمعنى الكلمه يعني، انا بطني بتعمل كده ماشي. فهنعمل فطار وناكل ونيجي بقى ونيجي. تعالوا معايا تعالوا. جدعان بجد الجو ساقع بطريقة أنا مش فاهمة الجو عامل كده ليه. بس فهنفطر نفس الفطار اللي أنا بعمله كل يوم، بيض وعليه خضار وجبنة قريش، أو أي جبنة انتوا عايزينها، بس أنا هاكل جبنة قريش عشان ماما جابتها. بس هعمل فطار واجيلكوا، زي ما قلت في الأول هعمل فطار واجيلكوا آه أنا مملة قوي، أنا مملة بجد اوكي يا جماعة، عملت الفطار خلاص. عملت بيض عليه بصل وطماطم، وحطيت عليه جبنة قريش، عملت حطيت على جنبهم يعني، جنبهم حطيت جنبهم خيار وزيتون. وعشان عايزة أحط أي كربوهيدرات يعني عشان التمرين اللي هتمرنها، حطيت جنبهم كوباية واحدة، يعني كوباية واحدة بس فراولة. بس يعني دي هسيبها بعد الأكل يعني، وهاكل بقى واجب. يا جماعة خلصت الفطار بتاعي، و دلوقتي هعمل ايه؟ هروح اقعد اذاكر شوية.
إن أنا أهضم شوية يعني أكل أنا أكلته كده. فيعني دلوقتي الساعة 10، فأنا على الساعة 12 كده هقوم أتمرن وأشوف أنا كاتبة إيه في الجدول وأقعد أذاكر أكمل مذاكرة لحد الساعة 12 ونقوم نتمرن الساعة 12 بس. فأشوفكوا على الساعة 12. يا جماعة أنا بحب المسلسل ده قوي قوي بجد يعني. ماشي. وإن هو يكون على كتاب بتاع الفيزيكس بيخليكي اللي هو أنا عايز أذاكر فيزيكس. فأنا دلوقتي أذاكر فيزيكس وأشوف الحصة اللي هو الحل بتاع أول lesson في شابتر 3 بس. يا جماعة كان في change in plan كده. أنا ما اتغديتش، قصدي ما اتمرنتش. قلت اتغدى الأول بعد كده أتمرن. فاتغديت ومعرفتش أصور الغدا عشان طبعا قاعدة مع عيلتي وكده. اتغديت نص عيش فينو ونص طعمية بالكيري وحبة بطاطس محمرين كده يعني. كانوا قضت ايزي يعني، كانوا مش كتير. وزيتون وطبعا خضار كتير عادي. وبيض، 2 بيض مسلوق. بس ده كان غدايا. وشوية وهتمرن. يعني أنا خلاص هتمرن بجد بعد ما أهضم هقعد مثلا ساعتين أو حاجة وهتمرن بس. ده كان الغدا يعني. بجد أنا حاسة الفلوج ممل قوي يعني. أنا ما كنتش عارفة أقول إيه يا جماعة بجد. اوكي يا جماعة هعمل الورك اوت ده هو lower body. تمام. فهي أصلا عاملة تحدي اسمه ايه ده 12 أسبوع. وده أول يوم، فأنا هعمل معاها أول يوم النهاردة بس. وهنكمل إن شاء الله كل يوم يعني. اوكي يا جماعة خلصت الورك اوت زي ما انتوا شايفين اهو. خلصت كله بس. فانتوا لو بتكرهوا أي حد ابعتوله الورك اوت ده، ما بهزرش. بس فهخش استحمى وأجيلكم. بما اني لسه متمرنة وكده هعمل عشاء خفيف. هيبقى جبنة قريش على طماطم وعليهم زيت زيتون. وانا اوريدي قربت انام يعني الساعة 9:05. انا هنام 10 تقريبا. وهعمل لاختي فشار عشان هي عايزة فشار فهعمله لها. وهي متعرفش ان انا اعمله لها عشان انا قلت لها لا مش هعمله لك. فهعمله لها. وهننام. واحط موبايلي على الشاحن عشان هو هيفصل. اوكي يا جماعة طلعت قعدت في البلكونة. ودي إضاءة الليد يعني اللي انتوا شايفينها على وشي دي. وعملت لنفسي العشاء بتاعي جبنة ريشة بالطماطم وعليها زيت زيتون زي ما قلت لكم بس. هتعشى دلوقتي. وبعد ما اتعشى اروح اعمل ماي نايت روتين. هتشوفوا اول مرة النايت روتين بتاعي. هو بجد بسيط جدا بسيط جدا جدا جدا. وهنام بقى زي ما قلت لكم بس. اوكي يا جماعة نكمل النايت روتين بتاعي. فانتوا شفتوا ف لما بغسل وشي وكده اهم حاجة يا جماعة في النايت روتين بتاعكم تغسلوا اسنانكم بعد كده تغسلوا بقى بالغسول والحاجات دي. عشان اصلا انتوا لما بتغسلوا باسنانكم لما المعجون بيقعد عند شفايفكم من هنا كتير بيغمق الحتة دي. فانتوا لما بتغسلوا اسنانكم بتلحقوا الموضوع بغسول ان الحتة دي تكون اتنضفت كويس وكده. فما تغسلوش ما تغسلوش وشكوا بعد كده تغسلوا اسنانكوا. لا اغسلوا اسنانكوا بعد كده اغسلوا وشكوا بالغسول. فزي ما انتوا شفتوا يعني ان انا دايما بستخدم 3 حاجات. اول حاجه السكراب يا جماعه مش بستخدمه كل يوم، هو مره واحده بس في الاسبوع والنهارده كان يومه يعني بالصدفه. وتاني حاجه صابونه لبان الذكر يا جماعه. الصابونه دي خطيره. هو بجد انتوا مش محتاجين حاجات في السكين كير جامده، انتوا محتاجين الحاجات اللي تنفع لبشرتكم، مش لازم حاجات غالية كمان. ماشي.
فالصابونة دي يا جماعة هي اللي ساعدتني برضه إن وشي يفتح يبقى زي لون جسمي، ودي حاجة حلوة يعني. وتالت حاجة الغسول، أي غسول انتوا عايزينه. أنا بحب أستخدم الغسول ده، وما كنتش بستخدم ده يعني، أنا كنت ثابتة على ده، كنت بستخدم كذا غسول عادي يعني. كل ما يخلص واحد بجيب نوع تاني عشان أجرب أنهي أحسن فيهم وكده. فأنا معايا النوع ده دلوقتي وهو حلو مش وحش وبس. فبقيت النايت روتين بتاعي بحط على حواجبي سيرم اللي هو بتاع انفينيتي. بحطه على حواجبي عشان أنا في أول ثانوية عامة يا جماعة كانت حواجبي بتقع، ودي كانت حاجة وحشة جدا. مش عارفة هل ده كان من ايه، هل ده كان من توتر ولا ايه، بس انا في اول ثانوية عامة حواجبي كانت بتقع، وده خالتي ادتهوني، فهو حلو الصراحة يا جماعة، وحواجبي مبقتش تقع بسببه، فدي حاجة حلوة. بس فهنحطه. يا جماعة عايزة اقول لكم حاجة، اصلا اهم حاجة في السكين كير كله ان انتوا تشربوا مية، او بجد دي اهم حاجة. شرب المية كتير بينقي البشرة، ودي حاجة حلوة. بلس ان هو مش بيجيلك جفاف ولا اي حاجة، فاشربوا مية، بجد اشربوا مية يعني. لو عندكم ازازة كبيرة زي كده خلوها جنبكم دايما، واشربوا كتير. وانا يعني في اليوم بشرب منها يعني 2 3، دي 3 مرة يعني. انا لسه ملياها، بحب املاهم قبل ما انام عشان اول ما اصحى الاقي في مية جنبي. بس فاشربوا مية، دي مهمة جدا. بعد ما نشرب المية هنحط دايما بحط على الشفايف قبل ما انام برضو زبدة كاكاو، زبدة كاكاو بتاع ايفا. اللي هو بالووتر ميلون، البطيخ. بس فهو اصلا خلص يا جماعة. هو خلص بس انا بطلعه يعني، ما علينا انتوا اسرة بقى. هو بس يا جماعة بيخلص، فعشان كده هتلاقوني حطيت حتة كده نحط على شفايفنا الحلوة دي. لا بحب المراية دي اوي، بنت خالتي جايبها لي من السعودية، ف بحبها اوي. ما علينا. ميرنا بنت خالتي، لو انتي بتشوفي الفيديو ده انا بحبك اوي. ما علينا. خطير خطير. ما علينا. واخر حاجة، انا يا جماعة اصلا ده سبب ان انا بقرأ سورة الملك الاول، بعد كده اعمل باقي الخطوات دي، ان انا بحط كريم ده على ايديا، فبيبقى ايديا كده لسه فيها كريم يعني، فما بحبش اعمل كده اوسخ المصحف يعني. بس فبحط كريم بتاع كير اند مور اللي هو بالميكس بيريز. تمام. فهو سوفت كريم مرطب يعني، هو حلو الصراحة قوي يا جماعة يعني. أنا بحطه على ايزي قبل ما انام، مش على جسمي يعني. جسمي ليه لوشن معين، هو يا جماعة بينعم بطريقة، وبتبقى ريحته حلوة قوي يا جماعة بجد. عامة حاسة ان هو فتح ايدي برضو، عشان كان في حتة غامقة في ايدي كانت مضايقاني في اول الشتاء. لما ماما جابتني ده وبقيت احطه على ايدي، الحتة دي فتحت شوية يعني. هي كانت الحتة دي الغامقة يا جماعة في اول الشتاء، فهي بقت فتحت زي ايدي عادي، فدي كانت حاجة حلوة. وبس. وكمان يا جماعة عند صوابعي هنا كانت دايما بتبقى غامقة، وافتحت الحمد لله يعني، دي حاجة حلوة برضو. بس فلو كملت عليها هتفتحها أكتر وأكتر إن شاء الله. فكيراند مور دايما حاجاتهم حلوة، ودي حاجة أنا عارفاها من زمان يعني، من بدري. وأصلا يا جماعة يعني أختي ومامتي شفطوه يعني. ما علينا. هي أختي قاعدة هنا، فكل شوية ببصلها هي عمالة تضحك. بس ف حلو حلو، جربوه يا جماعة. أختي كانت لابسة نفس السلبات اللي أنا كنت لابسها قبل ما استحمى عامة. بس فهي حابة تخش في البيت. يلا يلا حبيبتي، يلا باي.